اكلتنا النهارده سريعه وهتريحك وهتعجب ولادك لانها معموله بطريقه جديده، وهي سندوتشات الهوت دوج. تعالي بقى اوريكي السندوتشات اللي انا عملتها. شايفين جميله جدا، والبصل متكرمل وعليه دبس رمان. تحطيها بقى في الصوص اللي يعجبك، تحطيها مع مايونيز مع كاتشب مع مستردة براحتك خالص. تعالي اوريكي طريقتها، وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. المقادير معايا هنا هوت دوج، بصل جوليان، معايا معلقه توابل، وربع كوبايه من دبس الرمان. جبت وok وحطيتها على البوتاجاز، وبعدين هنحط شويه زيت فيها صغيرين كده زي ما انتوا شايفين، واسيبهم يسخنوا. بعد ما الزيت سخن هحط البصل وهنشوحه شويه عشان انا عايزه يتكرمل. وكميه البصل زي ما انتي تحبيها بقى، يعني تكتري تقللي، دي حاجه ترجع لك انتي. هحط معاها شايفه معلقه سكر صغيره خالص، بتدي كرمله بقى تحفه. ومعلقه التوابل اللي انا وريتها لك انا حاطه فيها الملح، يعني هي متظبطه، عشان كده انا ما طلعتش ملح في الوصف. وانتوا عارفين الهوت دوج اصلا بيبقى متبل وكده ما بيبقاش محتاج، بس انا بحط معلقه التوابل دي معاك بتدي طعم حلو قوي. هنسيب البصل شويه يتكرمل وبعدين اوريهولك. وبعد البصل بتاعي ما اتكرمل وخد لون زي ما انتوا شايفين كده، انا مش عايزه اعمله زي ما نكون مثلا بنطبخ او احمره شويه، لا هو كده جميل. هنزل بالهوت دوج وهنقلب كده بالراحه. انا عايزاه ياخد باقي الكرمله بتاعته مع تسويه الهوت دوج، يبقى جميل جدا. اهو ما تدلوش لون اكتر من كده عشان ما يتحرقش او يبقى طعمه مش حلو، وياخد باقي الكرمله بتاعته. شايفين بدا ياخد لون ازاي الهوت دوج جميل؟ شايفين التشويحه بتاعته دي حلوه قوي. هحط معلقه التوابل واسيبهم شويه مع بعض كده تاخد من طعم التوابل. عايزه اقول لك حاجه جميله بقى، الوصفه دي سهله خالص، وهتفتحي بقى يوم من الوقوف في المطبخ اللي كل يوم احنا بنقف فيه ونعمل الاكل. تبقى سريعه كده، تبقى لازم سندوتشات تعمليها للولاد. هسيبه شويه بقى مع بعض كده، وفي الاخر خالص هنحط دبس الرمان. واخر حاجه بقى هحطها ربع كوبايه من عصير دبس الرمان. ده بينقل بقى ايه السندوتشات دي في حته تانيه خالص، تحفه. شايفين البصل اتكرمل وبقى حلو ازاي؟ خلاص خلصت كده وطفيت عليها، وهنعمل السندوتشات مع بعض. حضرت الفينو عشان السندوتشات، وبعدين هقطعه من النص هنا. بصراحه شكله بيبقى احلى واشيك. شايفين بدل ما نجيبه من الجنب من هنا، انتوا تعملوه من النص هنا بيبقى احلى. وهناخد بقى شايفين شكل السوسيس تحفه. تقولوا عليه بقى سوسيس هوت دوج براحتكم. شايفين البصل اتكرمل ازاي مع دبس الرمان بقى، حاجه جميله. هاخد شويه من الصوص كده واقوم فرشاه في الساندوتش. هنا كده شويه من الصوص، واخد واحده من الهوت دوج واحطها. شايفين تحفه. هنعمل كمان واحد مع بعض، وهعمل كمان سندوتش معاكم. هنحط البصل المتكرمل الجميل
شايفين عليه دبس الرمان. وهناخد واحدة مش كده ونحطها. شايفين الماسك الجميل الصغير ده؟ لو لقيتوه هاتوه، هينفعكوا قوي وعملي وحلو اهو. هكمل الباقي بقى بنفس الطريقة واوريها لكم. خلصت سندوتشات الهوت دوج كلها، شكلها زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. حطيت جنبها صوصات كاتشب ومايونيز ومستردة. الصوصات دي زيادة لو حد بيحب مثلا الصوصات تتقدم جنب السندوتشات. يلا جربوها وقولولي ايه رأيكم.